إذا كان رضا الناس غاية لا تدرك، فإنه من المجمع على صحته عند العقلاء أن رضا الله غاية تدرك. وعجلت إليك ربي لترضى، لأنك إذا رضيت فكل نعيم سيكون، وكل بلاء سيهون. وأعظم من دخول الجنان رضا الرحمن. قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. إننا نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله ترضى عنهم فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فنقول رضي الله عنهم. ولكن هل يمكن أن يرضى الله عنك كذلك؟ نعم، تستطيع ذلك في 9 أعمال سأخبرك في هذا المقطع ب5 منها. أولا، الإيمان مع العمل الصالح، لأن الإيمان استقرار في القلب وهدأة في أعماق النفس، هو محض شعور يتغلغل حتى يفيض عملا، فترى روحا وقادة في دروب الخير مرتادة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثانيا، إرضاء الوالدين بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. احرص على سماع كلمة الترضي من أبويك أو من أحدهما، فبذلك تطرب الآذان وترقص خلاجات القلب فرحا، إذ رضاهما جسر لدخول عالم الرضا الرباني والتوفيق الإلهي. ثالثا، التزام نهج الصحابة الذين خالط الإيمان منهم حنايا الروح حتى صار الدين في سلوكهم عملا وقولا. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رابعا، حمد الله بعد الأكل، لأننا كثيرا ما ننشغل بالنعم وننسى المنعم سبحانه، ونلتهي بالعطايا وننسى المعطي سبحانه، ونتلذذ بالهبات ونغفل عن الواهب سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. خامسا، الولاء للمؤمنين والبراء من أعداء الله الكافرين، إذ وشائج الإيمان أقوى من وشائج القرابة والأخوة مهما قربت. قال الله تعالى في آية المجادلة بعد أن نفى عن المؤمنين موادة أعداء الله الكافرين ولو كانوا أولي قربى، فأثنى الله عليهم بعد ذلك بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه.